النهاردة هنشوف مع بعض على الطبيعة أماكن محطات مشروع مترو أبو قير، وخصوصا المحطات اللي كان عليها جدل الفترة اللي فاتت. حضراتكم عارفين إن الأسبوع اللي فات تم تعليق يفط زي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في عدد من المحطات. وهل معنى إن وجود يافطة في المكان ده يبقى هو ده مكان المحطة؟ مفاجآت كتير هنعرفها النهاردة مع بعض، وخصوصا في المنطقة اللي بتعتبر أضيق مناطق المسار كله. هنشوف على الطبيعة آخر التطورات، وإزاي بيتم الحفر والتجهيز لأعمدة المترو، واللي بيتم حاليا التجهيز ليها في المنطقة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. أكيد عرفتوا مننا هنبدأ معاكم من محطة الدهرية، حلقة مهمة جدا فيها معلومات ومفاجآت كتير. كملوها معايا للآخر، ولو مهتمين تعرفوا إيه اللي بيحصل في كل حتة في اسكندرية في وقت حدوثه من أرض الواقع في صور حية وحصرية فقط لحضراتكم جمهور تركاية وحكاية، ياريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل جديد. ويا ريت زي ما اتعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده المكان اللي اتعلقت فيه يافطة محطة مترو الدهرية، وده نفس مكان محطة قطار الدهرية قبل كده. محطة الدهرية هيتم إنشائها في المكان الواسع اللي قدام حضراتكم دلوقتي وبتشوفوه في الصورة. وقدامنا الورقة اللي حضراتكم شايفينها على السور، واللي بتقول إن ده مكان نهاية محطة الدهرية. يعني محطة الدهرية في نفس المكان ده هيكون نهايتها، والمحطة نفسها هتكون في المكان اللي حضراتكم لسه شايفينه في اتجاه الغرب. واللي قدام حضراتكم دلوقتي ده مزلقان الدهرية، يعني المحطة هتكون قبل المزلقان وحضرتك جاي من محطة مصر وفي اتجاه أبو قير. والمكان ده بيختلف عن مكان محطة الدهرية واللي ظهر في تصوير الدرون واللي علقنا عليه لحضراتكم من كام يوم، واللي كان بيقرب المحطة شوية من محطة السوق. لكن دلوقتي اتأكدنا من خلال اليافطة اللي حضراتكم شايفينها، واليافطة كمان اللي موجودة على السور الصاج، إن ده مكان نهاية محطة الدهرية. ده بقى المسار بعد مزلقان الدهرية وفي اتجاه مزلقان سينما ليلى. وزي ما حضراتكم شايفين إن الأرض ممهدة تماما ومستعدين لبدء الأعمال فيها. وده جزء من بقية المسار في اتجاه محطة السوق. وطول ما حضراتكم ماشيين بتلاقوا لوحات إرشادية لتعليمات الأمن والسلامة. صراحة الشركة المنفذة شركة أوراسكوم كونستراكشن مهتمة جدا بعوامل الأمن والسلامة من خلال تصوير المكان كله والموقع كله. لبس كل المتواجدين في الموقع بداية من الأمن والعمال والمهندسين وكل الناس المتواجدين في الموقع وبيشتغلوا لازم تلاقيهم لابسين لبس سيفتي والفيستات الخاصة بيهم. واللي قدام حضراتكم دلوقتي دي لوحة إرشادية متعلقة على أحد الأسوار، وفيها تعليمات الأمن والسلامة من خلال اللبس والتأمين الخاص بكل العاملين بالموقع كله. خليكم معايا بقى علشان هقول لكم دلوقتي محطة بكوس بتبدأ فين بالظبط وبتنتهي فين. اللي قدام حضراتكم دلوقتي بعض أعمال واضح إن تم تنفيذها من عدة أيام، ودي في اتجاه محطة السوق قبلها على طول، عبارة عن صبتين خرسانيتين وبينهم عمود واضح ان لسه مصبوب قريب. يمكن ده العمود الوحيد اللي قابلني في الجزء ده من المسار غير العمود اللي كانوا بيتم الحفر ليه دلوقتي وهتشوفوه معايا بعد شوية. ركزوا بقى معايا في الحتة دي علشان انا لاحظت مفاجأة عند محطة السوق. في البداية كده ده المكان اللي اتعلقت فيه اليافطة اللي بتقول ان هنا محطة السوق مشروع مترو ابو قير، ومكانها قبل مزلقان بكوس. وده جزء من المسار وحضرتك جاي من محطة مصر ورايح في اتجاه محطة بكوس. المفاجأة بقى ان بعد ما عديت المكان اللي متعلقة فيه اليافطة وكمان مزلقان بكوس، لقيت اليافطة اللي قدام حضراتكم دلوقتي ومكتوب عليها بداية محطة السوق. تاني احنا كده عدينا مزلقان السوق وداخلين في اتجاه غبريال. فمن الواضح ان مكان محطة السوق هيكون في المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، وده نفس مكان محطة قطار بكوس القديمة. وخصوصا ان زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي ان الممر اللي جاي هناك ده مكتوب عليه يافطة تانية بتقول ان هنا نهاية محطة السوق. وده معناه ان محطة السوق هتبدأ من بعد مزلقان السوق وحضرتك جاي من محطة مصر، وهتنتهي في المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي عند الممر ده. وده واضح جدا من اليافطة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في الصورة. ولو كملنا في الاتجاه ده في اتجاه محطة غبريال هنلاقي ان في بعض الاعمال اللي بتتم بعد نهاية محطة السوق على طول.
وده المكان اللي كانت اللوادر واقفة فيه وبتحفر وبتجهز لمكان عمود جديد اللي قلت لحضراتكم عليه، اللي بيتم الحفر ليه تمهيدا لصبه. طبعا زي ما احنا عارفين ان محطة الدهرية هي اول محطة علوية، فالمكان اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي بالطبيعي انه يكون مسار علوي، ودي بعض الاعمال الخاصة بتجهيز الاعمدة اللي هتكون موجودة في المكان ده. طبعا احنا عارفين ان التلت الاولاني من مسار مترو ابو قير بداية من ابو قير لحد سيدي بشر، وبتعتبر الاعمدة دي خلصت هناك، ومنتظرين حاليا تركيب القمر اللي بيتم تجهيزه في مصنع مرغم والخاص بجسم جسر المترو، واللي هيتم البدء في تركيبه بداية شهر ديسمبر القادم. طبعا زي ما شفنا في الصور اللي انتشرت الفترة اللي فاتت لصور القمر ده انه حجمه كبير نسبيا، وده ممكن يترتب عليه ان يتم نقله في وقت الحركة المرورية فيه تكون هادية، علشان ما يكونش فيه ضرورة لغلق بعض الطرق اثناء نقل القمر ده. عموما مش هنسبق الاحداث، هنتابع مع حضراتكم وقتها، لكن اللي عاجبني جدا دلوقتي ان زي ما بقول لحضراتكم في اماكن تم الانتهاء من الاعمده فيها، اماكن بيتم صب الاعمده، اماكن هيتم تركيب القمر، الشغل بطول المسار علشان يتم الانتهاء من المشروع ده في اقرب وقت ممكن. ودي طبعا حاجه بنشكر عليها الشركه المنفذه وهيئه الانفاق وكل القائمين على تنفيذ المشروع. لاحظت كمان ان المشروع متقسم عباره عن قطاعات او تراكات، طبعا دي حاجة تنظيمية مهمة جدا علشان يتم تنظيم الأعمال. يعني هنا نهاية التراك 13، بداية التراك 12. واضح جدا ان الشركة منظمة في تنفيذ أعمالها. مشروع ضخم أهل اسكندرية مستنيينه ويستاهلوه، وكمان بيتم تنفيذه بأعلى سبل الأمان والتنظيم، والأهم السرعة اللي بيتم تنفيذ المشروع بيها علشان يتم إنجازه في أقرب وقت ممكن. حاجة بنشكر عليها كل القائمين على المشروع. بنتابع مع حضراتكم كل جديد في اسكندرية، سواء من مشاريعها الجديدة، مشروع مترو اسكندرية، تاريخها وذكرياتها، أماكنها القديمة والتراثية. لو مهتمين بالمحتوى ياريت تشرفونا بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة في وقت حدوثها من أرض الواقع. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وتابعوا معانا كل جديد في صور حية وحصرية فقط لحضراتكم من أرض الواقع. جمهور تركاية وحكاية أهلا بيكم، كنت معاكم أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم. اشتركتم في القناة ولا لسه؟ اشتركتم في القناة ولا لسه؟